أهلا بيكم. كتير مننا مش واخد باله إنه في فرق كبير بينه وبين أفكاره. الأفكار في أغلب الوقت هي برامج أوتوماتيكية مش دايما صح، ومش لازم نصدق كل حاجة بتعدي في دماغنا. وفي الدقايق البسيطة الجاية دي وانت مسترخي هتقدر تشوف بوضوح الفرق بينك وبين أفكارك. ودلوقتي هتاخد شهيق هادي من الأنف وزفير من الفم، وكمان مرة شهيق من الأنف وزفير من الفم، وكمان مرة شهيق وزفير. ودلوقتي هطلب منك إنك تراقب تنفسك، صوت النفس وشعورك بيه وهو داخل وهو خارج، من غير ما تغيره، من غير ما تجبر نفسك على أي نفس عميق أو بطيء. اتنفس بالطريقة اللي جسمك مرتاح لها، فقط راقب تنفسك. لو هيساعدك إنك تحط إيدك على بطنك أو على صدرك عشان تحس بحركة التنفس اعمل كده. ولو ظهرت فكرة، وده طبيعي جدا يحصل، مش مهم هي عن ايه، سيبها تعدي كأنها بالظبط سحابة بتعدي فوقك في السماء. وافتكر الجملة دي: أنا مش أفكاري، أنا اللي براقب وبلاحظ الأفكار دي. وكل فكرة بتعدي دلوقتي بتعدي زي بالظبط السحابة اللي فوقيك في السماء. ومع كل نفس دلوقتي وانت بتسترخي أكتر وأكتر، عقلك بيسترخي كمان أكتر وأكتر، وبتشوف قد إيه إنك انت المراقب لأفكارك اللي بتعدي، وتقدر تخليها تعدي من غير ما تحكم عليها، من غير ما تحللها، من غير ما تدخل نفسك جوه القصة أو الفكرة المعدية. انت الكاميرا مش المشهد، انت السما مش السحابة. والصوت اللي بيزن ويرغي طول الوقت جوه دماغك مش انت. لو لقيت فكرة بتحاول تاخدك معاها، هترجع بهدوء جدا تراقب تنفسك، وهتقول جواك: أنا المراقب، أنا الملاحظ، ومش لازم أصدق كل الأفكار ولا توه معاها. اسمح للهدوء ينتشر في جسمك، واسمع كلامي بعين روحك هي اللي بتشوف. دلوقتي هسيبك لحظات تستمتع بالهدوء وبوعيك بفكرة إنك أنت حاجة وأفكارك حاجة تانية. ودلوقتي هتبدأ ترجع هنا، هتحاول تحس بإيديك، تحس بالمكان اللي حواليك. ولما تكون جاهز خد نفس عميق وفتح عينيك. ارجع للمكان واعرف ان انت دلوقتي اهدى واكثر استرخاء وصفاء واكثر وعي، لانك عرفت وشفت وحسيت ان الحقيقة ان انت حاجة وافكارك حاجة تانية خالص. انت مش افكارك.